عليه الله يا باشا. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ منور والله. الله اكبر. عليك يا دكتور. الله يفتح عليك يا دكتور. يا بالنور يا استاذ. صلي على حضرة النبي. وكفلك هذا زكريا وكفلك ايوه يا دكتور ايوه. عليه صلى على حضرة النبي. ايه ده يا دكتور اللي جابك هنا استاذ ودكتور بالصلاة على النبي؟ نعم يا دكتور نعم. هذا عظيمة دي هنسمعها تاني كده يا اخويا. وكفلك زكريا عشان خاطر ده يا دكتور. تاني فتقبلك
افتح عليه. عليه. الله يا حاج جمع. لسه هادي يا دكتور لسه. إن الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزدت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خلة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من ضربة الديان. يا أيها الخلق إني راحل ومهما يطل عمري فإني فاني. وهكذا بدأ إخوة الإيمان والإسلام، كنتم معنا وكنا معكم، وكنا جميعا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قد عزف بها قارئنا على أوتار القلوب. كنا نستمع من ذلكم القارئ الذي جعل الله غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ألا وهو ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، سفير قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، الحصل على درجة القراءة الوحية من يوم لسان تجويد كتاب الله، الغني دائما عن التعريف، الأستاذ الدكتور جمعة منصور، المدير بنفاذ مركز الزقازيق محافظة الشرقية. يمكن لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على أحدث مبتكرات وشغل الهندسة الكهربائية وخصوص الدلوة المتنقلة إحدى مخازن المعلم محسن الهباب المدير الوكيل، وسعيكم مشكور جميعا.